يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض المباراة القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد خسارة الفريق نقطتين بالتعادل السلبي أمام فيوتشر في اللقاء المؤجل من الجولة ال24 وتوقف سلسلة انتصارات النادي الأهلي بعد 9 انتصارات متتالية. وسيلتقي النادي الأهلي مع الإسماعيلي في المباراة القادمة في اللقاء المؤجل من الجولة ال18 لبطولة الدوري العام المصري يوم الأربعاء القادم 5 يوليو في 8:30 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر على استاد برج العرب، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. ويدخل النادي الأهلي المباراة القادمة متصدرا ترتيب جدول المسابقة برصيد 69 نقطة بعد خوضه 27 مباراة وبفارق نقطتين عن نادي بيراميدز، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز ال13 برصيد 34 نقطة. وانتهت مباراة الدور الأول بين الأهلي والإسماعيلي بفوز النادي الأهلي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري هذا الموسم. وسيحسم النادي الأهلي لقب الدوري المصري رسميا بعد وصوله للنقطة 77، أي يتبقى 8 نقاط فقط لحسم اللقب دون النظر لأي نتائج أخرى، ويحتاج النادي الأهلي لتحقيق 3 انتصارات أو انتصارين وتعادل من مبارياته السبعة المتبقية لحسم اللقب. وسيلعب النادي الأهلي 3 مباريات قادمة مؤجلة في الدوري المصري أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري والزمالك، وفي حالة فوز النادي الأهلي بالمباراتين القادمتين وعدم تعثر بيراميدز في مبارياته المتبقية سيكون حسم الدوري أمام نادي الزمالك في القمة المؤجلة من الجولة 31. ويسعى النادي الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر لحسم بطولة الدوري المصري في المواجهات الثلاثة القادمة لحصول بعض العناصر الأساسية على الراحة من أجل تجهيزهم للموسم المقبل.